برب الفلق. اللهم أعوذ بك من عين تحسد وعين تحقد وقلب مليء بالغل. يا مساء النور والسعادة على السكر زيادة على أجمل إخوات في الدنيا. هنعمل النهاردة وصفة جميلة وسهلة، الكبسة بقى بالرز المصري على طريقتي. التوابل بتاعتنا 2 لومي، بابريكا، مرق دجاج، فلفل وكمون، توم باودر، واهم حاجه الكاري في الوصفه دي وقرفه الخشب. كالعاده شويه زيت على معلقه سمنه، حبايب قلبي نغطي كده على ما نشوح الكشوحه الحلوه المعتبره بتاعتنا. مش ورانا حاجه، الجنبيه ده دقيقتين والناحيه برضه الثانيه بدقيقتين وما نخليهاش تلزق. تمام كده. هننزل بالتوابل، شويه التوابل الحلوين دول مش عشان الفراخ وبس، كمان عشان الرز ناكل معلقه رز حلوه. ورقه الدجاج كمان نزلت بالتوابل قبل البصل علشان التوابل لما بتتحمص مع السمنه بتدي ريحه حلوه جدا. الله بقى على الريحه الجميله. هننزل بشرايح البصل. الله الله وكمان الله. الاكل المصري وتحدي بجد بجد بجد. وبعدين الطماطم، يعني الاكل السعودي هنخليه مصري. ادي الطماطم. الحمد لله الحمد لله. خير خير. شويه اسمها ايه دي؟ صويا صوص. وبعد كده معلقه من دبس الرمان، معلقه كبيره يعني اهي كده. تمام. توابل متحمصه جميله جميله قوي. كله على نار عاليه ونخلي بالنا عشان ما يشدش الاكل مننا، ولو شاط هيعمل ريحه مش كويسه ويمرر، فنخلي بالنا وايدينا في التقليب لحد ما الفراخ تكرمل كده قدامنا. تمام. معلقه صلصه، الكاتل يا رانيا بليز. لا هو مغلي، هاتيه. ميه مغليه عشان الفراخ تستوي، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. هننزل بشويه ملح ونخلي بالنا مرقه الدجاج حادقه. استوت الفراخ. عايزين تعرفوا استوت ازاي؟ عملت الفارق ده كده. نشيلها بقى بسم الله. تمام. هننزل بكميه الرز على قد الميه كده. لو احتاجت شويه ميه عادي برضه ما يضرش، رز مصري عادي.
ولو عايزه رز بسمتي برضو ما يضرش. بصوا بقى البهاريز الحلو ده، نازله الميه بقى من الفرخه بعد ما استوت عامله ازاي. تقريبا عايزه الوصفه دي بقى عايزه شويه ميه كمان كده، ميه مغليه طبعا. تمام كده. شويه صلصه بقى عجب، مش صلصه يعني، بصوا تلميعه كده بالصلصه وخلاص. تمام كده. الفرخه بقى اخدت من التوابل الجميله، يا دوبك حطيت بقى سنه صلصه على ايه تلميعه كده من الزيت على الشوايه على طول. حبايب قلبي، ودي كانت وصفتنا النهارده، اعملوها وجربوها مش هتندموا. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا اللايك والشير واشتراك في القناه. اشوفكم بكل خير يا رب. باي باي.